حميتي رجل صادق وتاتي بكلام حميتي، ده اسمه استدلال دائري. انت قاعد تلف في نفس الحته. يعني الليله انا كنجومي لا يمكن امشي المحكمه ويتهموني بالقتل واقول انا والله ما قتلته من غير ما اقدم دليل مادي على الحاجه الفعليه اللي انا عملتها، ودي مغالطه منطقيه وده استدلال دائري لا يقص به. انا الان لو داير اجيب براءه البرهان ما بيجي بقول البرهان قال، انما بتحدث عن اشياء بتستند من الخارج على انه البرهان ده فعلا هو ما قال الكلام ده، او هو فعلا هو رجل صادق بناء على واحد اثنين ثلاثه اربعه. انا حميتي بني غير صادق وانسان دمر طيب دارفور طيب بسبب تحوره، بسبب النصائح اللي ادوها له ناس الباشا طبيك وناس يوسف الماهري وغيرهم من طيب الشخصيات اسمع اللي كلامي، اعتقد انه ممكن اسمع يقلبوا كلامي. على الدوله طيب وانه اسمع يقدر كلامي يحكموا السودان. قبل الحرب دي ليش حميتي ما كان نفس الكلام اللي انت قلته؟ حميتي ده قبل 15 اسامه ابريل كان نفس الكلام، ليه كان ما بس انا بتكلم معاك انه نجومي سؤال بسؤال 15 وانا ابريل برد ده لك وانت ترد لي. جميل ليه جميل. قبل الحرب دي ليه كان حميتي ما كان الزول الكعب ده يعني يوم 13 ابريل كان الزول ده ما شاء الله عليه، في ما كان جنجويدي، ما كان تشادي، ما كان مرتزقه، ما كان بتاع. طيب الامل بقى شنو؟ تشادي دي انا ما قلتها، تشادي دي قالها موسى هلال. موسى هلال هو زول رزاقي وادرى بهمتي، امشي اساله طيب قلت ليه قلت همتي تشادي. لكن انت اللي انت اسمع. قلتها انا هجاوب لسؤالك ده. انت قلت ليه قبل 15 ابريل، قبل 15 ابريل همتي ده ما كان كاب، صح؟ صح يا اسامه؟ ده سؤالك. انت قلت ليه همتي ده قبل 15 ابريل ما كان كاب؟ ليه الناس ما قالوا عليه دول كاب؟ يوم 13 ابريل ما كان كعب، يوم 14 ابريل طيب ما طيب، كان كعب. سؤال يا اسامه، اشهر شعار لثوره ديسمبر كان شنو؟ تسقط بس. نهاية تسقط بس. تاني في شعار جميل كده كان محبوب لدى السواق، الجنجويد يتحل. يا انصر يا مقرور كل البلد دارفور، ده برضه شعار. وتاني حاجة العسكر للسكنات والجنجويد يتحل. من هم الجنجويد؟ انت البرهان حقك كان قاعد طلع قال شنو؟ الكباش حقك طلع كده قال ما شوف انت ما ياسر تطلع العم من حقك. الموضوع. احنا ما بقينا ما سودانيين بعد 15 ابريل، احنا يا اخي سودانيين. يا اخي انا سألتك سؤال، انت ما تحرب، ما تغزف للامام طوالي ناط وماشي قدام، تمام؟ سؤالي لك بسيط. اقول لك حاجه، الجنجويد انت ما، انا دار اثبت. انت ما سالت يا اسامه، ما تخليك انسان كده. انت ما تتوتر، انت ما تتوتر اسامه، ما تتوتر، خليك هادي، خلينا نتناقش بهداوه وما تتوتر. انت سالتني قلت لي ليه حميتي ده ما كان كاب؟ كلامك ده كله الناس كله قبل 15 ابريل. انت الوحيد الفلنجيه اللي عارف الحاجه دي، انت الوحيد الفلنجيه اللي خدت السوق. لا انت انا قلت لك انت زول معدب وكده. اسامه انا عارفك انت دار تنزل ودار تهرب، وعشان لا كده ما بدأت. تنزل والله النجوم، انا معاك. لما انت تسهل تنزلني انا ما بنزل، والله العظيم ما انزل نهائي. يلا تمام، اول ما تغلط عشان اسمع انا السؤال ممكن بسؤال، انا لا اغلط فوقك. تسهل تنزلني. اسمع، ما تغلط عشان انا ما اغلط فوقك واسمع الكلام كان تمام. فانت قلت لي يا فلان انا عادي اقدر اسميك واقول لك اي كلام، صح؟ يوم انت لما قاعد تقول لي جنجويد قاعد اسهل، بقود اجينا في اذاني الجنجويد فين انا ما سمعت الكلام اللي الجنجويد قاعد اسهل. لما قاعد تقول لي تشادي قاعد اسهل، انا ما قلت لك تشادي. ما خلاص الغيرك قاعد يقول لي شنو؟ الخيري قاعدين هنا، خلاص الغيرك ما هم قاعدين تهدفي. طيب انا برضو ممكن اقول لك فلان قال وعلان قال، فهتقول لي انت ما تلزمني بكلام خيري، صح؟ انا هسه ما بلزمك بكلام خيرك، انا بلزمك بالكلام اللي انت قلته. يا اسامه دقيقه بس، انا داير اجاوب على الكلام على السؤال انت قلته. تمام بقفل معك ستيب باي ستيب، تمام؟ انت قلت ليه الزول ده كان ما كعب قبل كذا وكذا وكذا، الكلام اللي قلته. انا بكل بساطه قلت لك يا اسامه، الشعب السوداني ده لما انطلق ثورة ديسمبر بالاخص الشباب كان عندهم شعارات، من ضمن الشعارات دي شعار العسكر للسكنات والجنجويد يتحل، تمام؟ لو قلت انه الشعب كان بيقصد انذاك الجنجويد موسى هلال كان في السجن، ومن 2017 انتهت الشوكه بتاعت موسى هلال وما له وجود. وعمك انت، انا ما عرفت من اسامه دقلو ده من الاسره نفسها ولا اسم ساي، لكن لو من الاسره نفسها عمك جماعه دقلو انجقم في الاحداث بتاعت 2017. جماعة دقلو ده ابوي انا. جمعة دقلو ابوك، يعني انت ابن جمعة دقلو، يعني حميتي عمك اخو ابوك، تمام؟ خليك من الكلام ده. يلا جمعة انا ما تميت الاجابه يا اسامه، ممكن اتم اجابتي واديك المايك والله ساعه يقول الداير. فاحتراما لك ولمشاعرك ما حنقول انجخم، نقول ابوك ده مات 2017 في احداث مستريحه. انا غلطان ولا دي الكلام صحيح؟ طيب
من هنا انتهت الشوكة بتاعت موسى هلال بعد الأحداث بتاعت 2017. الشعب السوداني ده لما طلع قال الجنجويد يتحل، ما يكون في حاجة اسمه جنجويد، كان القصد به الدعم السري. ليه الشعب السوداني ما قال الدعم السري يتحل؟ لأنه الشعب السوداني ما بيقتنع بحاجة اسمه دعم سري، لأنه الدعم السري تم إنشاؤه في برلمان كيزاني. الشعب السوداني لا يعترف بهذا البرلمان ولا عن أي قوانين تصدر من هذا البرلمان. يلا يا أسامة، يلا أسامة، فالشعب السوداني أساسا رافض وجود الدعم السري، مش رافضهم عشان هم سودانيين، لا، عشان إنه الشعب السوداني بيعلم جيدا إنه لا يمكن يكون في قوتين متوازيتين موجودين في بلد والبلد ده بينعم بأمن وأمان. عرفتها؟ فأنتوا مرفوضين قبل أساسا أمر البشير ده يظبط. الشعار كان مرفوض إنك أنت تتحل والعسكر يمشوا السكنات، والآن أنا بقول العسكر يمشوا السكنات والجنجويد يتحل. يلا تفضل الماء عندك. انت طيب رايك شنو في شعار الثوره كان المرفوع في تحت الكوبري حق القياده العامه الكوبري حق السكه الحديد؟ طيب رايك فيه شنو؟ مرفوع شعار شنو؟ كان ما عارفه مرفوع شعار شنو؟ اللافته لا كبيره نشيد كانت صوره حميتي، كان ما عارفه مرفوع شعار شنو؟ موجود كان وين في مكان؟ تحت الكوبري حق القياده العامه تبع السكه الحديديه. الرفعوا منو اللي خدتين فيها صورة حميتي شنو كده الذكران الراجل الخوف الدكران الكيزان ده؟ الخوف الكيزان. طيب ده منو كان خاتيه؟ ما عارف، ممكن يكونوا أولاد حميتي رفعوا. اولاد حميتي بيرفعوه في حته ما السودانيين ما دارينهم كيف؟ أولاد حميتي رفعوا وأولاد اولاد حميتي كانوا حميتي رفعوه مدججين كيف بالسلاح. انت ما دارينهم السودانيين مع انه كل مجتمع حاجات السودان. ما انت طيب تنفيد، اسالك ما ابو جمعه تنفيد. اتكلم خليني اتكلم. طيب أنت ما سألتني ولا داير ما تواصل؟ دقيقه اتكلم. انت قلت جو لي هيد اتفضل. انت قلت لي الشعار رفعوه، الشعار ده رفعوه اولاد حميتي. طيب انت حميتي قلت زي ما قلت اولاد حميتي رفعوا الشعار ده تمام. طيب فما رايك انه اذا اسمه ده شنو؟ ده يقول شنو يا رب؟ ما رايك دقيقه خليك معي مكالمه خاشبه دقيقه يتكلم. اخي الموضوع جاوبنا عليه كثير يوم بيجي ممل ومكرر يا أستاذ. أقول شنو؟ ايوه جبال انا قلت جماعة قولوا يا جنادي انت قاعد تحت. جماعة قولوا ده حي يرزق قاعد، انا قصدي عبد الرحيم. جماعة قولوا انا اقصد عبد الرحيم تمام. وجماعة قولوا اللي هو القاعد في الزرق اللي هنا ده. المهم أسرة كلها على بعضها كلهم مجارمة، ما فوقهم ذات رجل صادق. اسمع كلامي. اول شيء الزرق دي مدينه ما قاعده عسكريه، انت عارف الحاجه دي يا نجومي. لا ده ما موضوعنا، خلينا نرجع خلاص اوريك كلام. لموضوعنا. انت خلصت مكالمتك، خلينا نرجع لموضوع اللافته. دقيقه اتكلم ليك. قصدك جمعه دقلو، ما قصدك عبد الرحيم جمعه دقلو. جمعه انتوا ما دقلو اقول لكم دقلوا كثيره بتاعتكم دي ذاتها بتلخبط. انا جمعه دقلوا عارفه ده الزول اللي انتوا قاعدينه هناك في الزرق اللي هو ام حميد صح؟ تمام. ده الانشاء الزرق البنفيه مدارس البنفيه البنفيه خلا دقيقه اتكلم دقيقه. بنفيه خلاوي البنفيه مدارس البنفيه 5000 بيت. ده جمعه دقلو. مصانع البلوك الان لو المشتركه كان حسب فيديوهاتكم اللي شافوه، لو عينت الفيديوهات قريب تلقى مصنعات البلوك بتصنع الحين. دي جمعه دقلو الانشاء المدينه دي. ده انت اسمع كلامي. انت قبل كده كان بيقول لك شنو؟ انت كقوات مشتركه خليك من ان كقوات مشتركه الان خليك انت كجيش. انا بعرفك انت كجيش، خليك من انت كجيش. انت كجيش انت زمان بتقول للقوات المشتركه شنو؟ انا ما قاعد كجيش تقول لهم يا تشادين. زمان ما في حاجه اسمه قوه مشتركه. قوه مشتركه قبل سقوط البشير ما قاعد تقول لهم يا تشادين. ما في زمان حاجه اسمه قوه مشتركه يا عارفوا من نايم خليك ما زمان ما فيها قوه مشتركه، لكن الان انا بتكلم لك عموما كقوه مشتركه. الان زمان ما قاعد يقول لا يا تشادين. لا ما في زول ملك عقار لما حرك ملك عقار نائب الرئيس الان لما حرك علم السودان ما كان قاعد يقول له يا جنوب السودان يا فلان؟ لا والله ما حصل. ما حصل. اجيب لك الفيديوهات اسمع كلام من تليفوني. والله تفضل. حاد ما لديك. اول حاجه مالك عقار ده لو هو طلع ما سوداني ما في تاني سوداني. ما حرك علم السودان. يا انت ليه بتنطط من مواضيع لمواضيع؟ الان بس اخليك من المواضيع. يا اسامه الدوله السودان اسمع اوريك كلام. الدوله السودانيه كل ما عاديه بتطلعك انت ما سوداني. انا بطلع لك فيديو الان ملك عقار نائب الرئيس السوداني البرهان زي ما كان حميتي
حرق علم السودان انا انا شفت الفيديو بتاع حركه السودان، بتاع انه حرق علم السودان، لكن ده علاقته شنو؟ ده ملك عقار ولا زول غيره؟ اسامه انا قلت لك انت متوتر انا وعندك ما مشكله. متوتر، انا ما بتوتر. والله العظيم انت متوتر. اتوتر منك انت، كلامك كله كذب. انا بتكلم معاك بالمنطق وبالحقائق يلا يلا انا كلام الكذب ده هو موترك لدرجه انك الان فاتح 6-7 مواضيع وما في موضوع نحن حسمناه ومشينا للنقطه البعديه. انا بحسب معاك ده توتر. انت ما انا بتكلم معاك. لما انا اقول لما انا اقول جمعه، دقيقه اسامه، دقيقه بس 1 minute. انا لما اقول جمعه اول شيء دخلك جمعه دقلو ده زول مسؤول من منطقه الزروق، ما عنده اي علاقه غير كده. انا ما بتكلم عنه عشان هو قريبك، انت ما تاخذ الموضوع. ما بتكلم، انا ما بقول لك قريبي، انا بقول لك الزول ده مسؤول من منطقه ما انت حاسس كنت عارف قلت دخلك له شنو. انا بتكلم انت شيل الجانب انهم هم اهلك، خط طرف انا ما تتكلم انا ما بقول لك جانب انه اهلي، انا بقول لك يلا خلاص يلا ممكن تخليني اتكلم فقط. انا بسالك من زول ده انه مسؤول من منطقه الزروق، من تطوير منطقه الزروق، من تطوير منطقه الزروق، ومعروف من زمن الكيزان، معروف من زمن ايد فلان انه منطقه الزروق. وانت تعرف شو بتتكلم عن زمن الكيزان؟ انت تعرف تتكلم انه الجيش السوداني ما زمن الكيزان؟ انت الان الجيش السوداني ده وين طيب وين اسمه ده شنو؟ وين الكيزان دي المسجونين وين؟ الله يا اسامه قايد البراء، قايد كتيبة البراء. اسمع كلامي، قايد كتيبة البراء، دقيقه قايد كتيبة البراء طلع قبل 15 ابريل. ده الموضوع العاشر انك تفتحه من غير ما نحسم الموضوع. لو قلت قاعد تنزلني بتنزلني تمام، ده ما لايفك. انا ما قاعد انزلك. اسمع انا ما قاعد افتح لايفات، داير اقول لك كلام. اسامه انا دايرك تهدى وتكون هادي عشان ما يجيك والله مشكله. هادي انا معاك. انت اصلا ما في ده اصلا. يلا انت الان ما هو انت مشكله ممكن ما تكون مدرك نفسك انك انت طيب متوتر. انت الان انت فاتح 25 موضوع. يعني انا هسه انا كنجومي اجاوبك على موضوع واخلي موضوع. فيا اسامه كم داون اهدى، تمام؟ خلينا نتناول نقضي واحده اهدى انت. طيب هديت عشان اجاوب؟ انا ما هديت، انا داير اتكلم لك، انت قاعد تعطيني في كلامي اصلا ما خليتني اتكلم. لا اله الا الله، بعد ما تكلمت انت قاعد تخطف فينا من قبل شغال خطبه الكيزان والبراء وجمعه دقلو ومالك عقار ومناوي وقال شادين. انت فاتح 500 موضوع ما تركت لي مجال ان انا اجاوبك على موضوع واحد. بسالك سؤال واحد ورد لي. بعد السبع اسئله اللي ما رديتها خليك من السبع اسئله. ثاني سؤال رقم 20 برضه قبل اجاوب ثاني هتطرح سؤال. انت اسامه قلت لك فيك لا اعتبره سؤال واحد بس، اعتبره سؤال واحد بس. طيب تفضل. انت بتتكلم قبل عن الكيزان، تمام؟ زمن الكيزان وزمن حميتي وزمن بتاع. انا داير اقول لك كلام. انت الكيزان الان وين؟ قاعد كتبت البراء قبل 15 ابريل طلع في فيديو مع ناس عمر والجزولي بقول لك داخل رمضان في السودان. الكلام ده شو ما تكلمتوا عنه؟ طيب ده سؤال ممكن تاني نويته انا اجاوب. رد تقول له شنو قالوا كلام داخل رمضان في السودان قبل الحرب. ليه؟ طيب اعمل ميوت. لازم ترد لي، لازم ترد لي على السؤال ده. ما تتخطى لي في موضوع بتاع. هرد عليك يا اسامه، هرد عليك في الوقت اللي انا داير ارد. انت ما بتديني تعليمات. طبعا انت المشكله عشان من اسره الدقل كده، فمعتقد انه الناس كلهم لازم تديم تعليمات ويجي. انا بجاوب بمزاجي بفهمي في الوقت الداير اجاوب فوق. فالطريقه انت بتتكلم بعدي ممكن نرفع عليك الجنيه والفلنجايات ديل بتاعتك ديل انت تسوقهم، لكن انا بجاوب وقت مايس وبالطريقه اللي تناسبني مش تناسبك انت. اول حاجه اسمع اول دقيقه لا ما اعمل ميوت. اعمل ميوت. شوف يا اسامه، شوف يا اسامه كيف بيستهد.